دخل شاب لسوبر ماركت ليشتري بعض الحاجيات، فلفت انتباهه امرأة كبيرة تتبعه أينما ذهب، فتوقف قليلا ثم نظر إليها وقال لها: أي خدمة يا أمي؟ قالت له: لا أبدا، أنا آسفة، لكنك تشبه ابن المتوفي كثيرا، كلما أنظر إليك أشعر أنك هو، حتى كلمة أمي تريح قلبي راحة لا توصف. قال لها: لا تحزني يا أمي، هذه سنة الحياة. بدأت عيناها تدمع فقد أثرت فيها كلماته، فقالت له وهي متجهة ناحية الباب: ممكن أطلب منك طلبا يا بني؟ ممكن تناديني أمي للمرة الأخيرة؟ فدمعت عيناه وقال بصوت عالي: يا أمي. فاتجهت ناحية الباب ولم تلتفت إليه، فناداها بصوت أعلى: أمي أمي. فالتفتت إليه ودعته بيدها. تأثر الشاب كثيرا بهذا الموقف ودمعت عيناه، ولم يستطع استكمال مشترياته، واتجه نحو الباب ليدفع الحساب، فقال له المحاسب: أنت حسابك 150 وأمك حسابها 5000. قال الشاب: من أمي؟ قال المحاسبة التي كنت تناديها قبل قليل: أمي أمي، وهي ذاهبة. قالت لي: إن ابني سيدفع الحساب. يقال أنه من بعد هذا الموقف حتى أمه الحقيقية أصبح يناديها يا خالتي.